فض الشباك، وهذا عيسى وليد تمرير بالهدف اللي سجله في راس الخطيب في الشوط الاول، وهذا هدف التعادل لجمعه سعيد، هدف جميل جدا، صناعه جميله جدا. وايضا فيصل العنزي يعاود الكره بالاسس ويسجل ايضا جمعه سعيد، وهدف جميل جدا ثاني لجمعه سعيد. هدف ثاني كان بالامكان ان جمعه سعيد ان يضع هدفين ثلاثه، والرقصه الايفواريه المعتاده، الرقصه الايفواريه المعتاده اللي طبعا اشتهر فيها للسالميه. اذا ما سجل صنع، واذا ما ابدع اقنع، واذا ما اسحر امكر لاعب في خط الهجوم لحد الان في دوري فيفا هو جمعه سعيد. نعم انه ليس الهداف لكن يلعب دور الهدافين. كره جميله جدا، هدفين لجمعه. شوف النقله هذه واحده، عدها وياك عزيزي المشاهد، هذه واحده. شوف الثانيه وين، شوف الثانيه وين، الثانيه عند جمعه سعيد. شوف الثالثه وين، الثالثه تمريره ما فيها تسلل وهدف. والرابعه هي ايضا كلاكيت كوبي بيستي، 4 نقلات للهدف الثاني. شوف جمعه سعيد ما تأنن فيها هذه المره، ممكن ان يضيع كان لكن هل يسجل الهدف الثاني والهدف السادس الثامن له شخصيا في دوري فيفا. الكره من فراس الخطيب، تصويبه، والهدف الثاني لنادي العربي. اذا 3-2 على نادي القادسيه، 3-2 على نادي العربي نادي السالميه. اذا الثاني من فراس الخطيب يسجل هدفين ويعتلي صداره الهدافين بتسجيل هدفين. لكن مع الاسف يا فراس ان فريق نادي العربي خسران اليوم، لكن